في لحظة معينة تبقى مخنوق، صدرك تقيل، دماغك مليانة أفكار، ومش عارف حتى تشرح لنفسك انت متضايق ليه. وفجأة تحكي لحد. مفيش مشاكل اتحلت، مفيش حاجة اتغيرت، بس انت ارتحت. السؤال، ايه اللي حصل جواك؟ الراحة دي مش ضعف ولا دلع، ومش خروج من الواقع، دي حاجة وراها أسرار كتير. لما تكون مضغوط أو زعلان وتكتم جواك، مخك بيفضل شغال في وضع الخطر. الأفكار بتلف في دواير، ما بتلاقيش حلول، نفس السيناريو بيتعاد. المشكلة بتكبر أكتر من حجمها الحقيقي، ده لأن المخ مش معمول إن يشيل كل ده لوحده. في الوضع ده بتسيطر أميجدالا، اللوزة الدماغية، ودي مسؤولة عن الخوف والتوتر. يعني انت مش ضعيف، انت جسمك في وضع دفاع. في دراسة اتعملت في جامعة كاليفورنيا، الدراسة دي كانت بتراقب المخ وهو بيحكي عن مشاعره. اللي حصل كان مفاجئ. أول ما الشخص يحط مشاعره في كلام حتى من غير ما يلاقي حلول، نشاط الأميجدالا وهي الجزء المسؤول عن الخوف والتوتر بيقل بشكل واضح. وفي نفس اللحظة نشاط البريفرونتال كورتكس اللي هي القشرة الأمامية للمخ بتنشط أكتر، وهي الجزء المسؤول عن التفكير والتنظيم والتحكم في الانفعالات. يعني إيه كل الكلام ده؟ ببساطة، أول ما تبدأ تتكلم وتحكي، ده مش بس كلام بيطلع من بقك، دي تفاعلات كيميائية حقيقية بتحصل جوه دماغك. في اللحظة اللي بتقرر فيها تحكي، المخ بيفهم إن الخطر قل، مستوى هرمون الكورتيزول بيقل، وده الهرمون المسؤول عن التوتر وبيخليك مشدود. وفي نفس الوقت المخ بيزود إفراز الأكسيتوسين، هرمون الأمان، هرمون الارتباط اللي بيتفرز بين الأم وطفلها وبين أي إنسان حاسس إنه أمان. والغريب إن ده بيحصل حتى لو اللي قدامك مش بيقول كلمة، مش شرط ينصحك، مش شرط يحل، مش شرط يبقى فاهم كل التفاصيل، مجرد إنه سامع، مركز، موجود، ده لوحده كفاية. يعني الكلام نفسه بينقل المخ من وضع التهديد لوضع السيطرة حتى قبل ما المشكلة تتحل. وده بيفسر ليه ناس كتير بترتاح بعد فضفضة، وناس تانية بتبكي وتحس براحة، وناس تحس إنها أخف بس مش فاهمة ليه. الجهاز العصبي مش بيفهم كلام كبير، هو بس بيفهم الإحساس. ولما تحكي وتحس إن في إنسان مستعد يسمعك، المخ بيغير حالته من وضع الدفاع إلى وضع الأمان والسيطرة. علشان كده بعد ما تحكي، حتى لو المشكلة لسه زي ما هي، بتحس إن صدرك أخف ونفسك أهدى وفكرك اترتب شوية، مش لأن المشكلة اتحلت، لكن لأنك ما بقتش لوحدك في مواجهتها. السماع بس بيبعت رسالة مباشرة للجهاز العصبي، أنا مش لوحدي. والرسالة دي أقوى من أي منطق، أقوى من أي نصيحة، أقوى من أي محاولة إقناع. جوه دماغك الفكرة ملهاش بداية ونهاية، كلها أحاسيس، لكن لما تحكي تديها تنسيق حتى لو عشوائي، بداية ووسط ونهاية. وده بيشغل الجزء المنطقي من المخ بدل الجزء العاطفي. يعني انت مش بتطلع المشكلة بره، لكن انت بتطلع نفسك من جواها. أخطر إحساس بيكبر أي ألم إنك تحس إنك لوحدك، لكن أول ما تحكي حتى لو الشخص ما حصلوش نفس اللي حصل له، مجرد التعاطف بيكسر الإحساس ده. علشان كده العزلة بتزود الاكتئاب والمشاركة بتقلله، مش سحر، دي بيولوجي. وهنا الغلطة اللي الناس كتير بتقع فيها. في فرق بين اللي بيسمع علشان يفهم، واللي بيسمع علشان يحكم، واللي بيسمع علشان يستغل ضعفك. الشخص الغلط يزود وجعك وتوترك وضغطتك، يخليك تندم إنك حكيت. علشان كده اختيار الشخص الصح أهم من الكلام نفسه. يمكن مفيش حد أمان تحكيله، لكن الكتابة بتعمل نفس تأثير الكلام، لأنها بتطلع الفكرة من دماغك للعالم. علشان كده ناس كتير بترتاح لما تكتب حتى لو محدش قرأ. المخ مش فارق معاه مين يسمع، المهم إن الحمل يطلع. لو في حاجة جواك تقيلة ومش عارف تقولها، افتكر الكتمان
مش قوة وشجاعة، والكلام مش ضعف. الضعف الحقيقي إنك تفضل شايل لحد ما تتكسر. احكي، اكتب، أو حتى اتكلم مع نفسك بصوت عالي، لأنك إنسان ومش مخلوق تعيش لوحدك.